ادي اصابة يزن والله العظيم، يعني الواحد زعل السنين على اصابته بصراحة. ربنا يسترها عليك والله، تكون اصابة خفيفة اساسا. المشكلة يمسك ركبته. على ان احنا نفقد لاعب كبير مثل يزن انعماد، سواء كان في كاس العرب او حتى خلال الفتره المقبله، لكن ما اتمناه ان اللاعب يشد على نفسه ويرجع ان شاء الله نشوفه في كاس العالم باذن الله تعالى. الوضع صعب، لكن نقول يا رب ان شاء الله نشوف، لان الوضع يبدو لي الرباط الصليبي هو اساس المشكله اللي حصلت لي يزن انعماد. من اللقطه ووضوحها يبدو لي ان هناك رباط صليبي، لكن احنا نقول الله يشفي عافيه. والان يزن قاعد يحيي الجماهير الاردنيه. كابتن راضي، المنتخب العراقي الحمد والله حاجة والله العظيم تقطع القلب يا أخي. رباط صليبي اليزني ده، انتوا اقسم بالله بعض العيال، العيال الزملكاويه دي ايه بجد؟ طلعوا وقعدوا ينزلوا صور، وده الاهلي مضى، ده الاهلي هيبقى فرقه مش عارف ايه في يناير. خلاص مرتاحين؟ عينكم خلاص كده ارتاحت؟ اهو الواد اول مباراه لعبه رجع بعد الكلام اللي انتوا بتردوا فيه بقالكم كام يوم، اتصاب بالرباط الصليبي، ما كملش دقيقتين في المباراه. اعوذ بالله يا عم، اعوذ بالله بجد والله، اعوذ بالله، ايه العين دي؟